انت ما عندكش دم، بس انت طلعت تبرر لحاجه زباله انت عملتها. ايه اللي حصل من محمد رمضان في الايام اللي فاتت؟ مين محمد خميس اللي طلع مع منى الشاذلي وعمل إثارة جدل جامدة قوي على السوشيال ميديا، واكتشفنا في الآخر إنه دكتور أسنان وشخصية تقيلة قوي. في الفيديو ده أنا هتكلم براحتي ومش عامل سكريبت، ممكن يبقى فيه شوية سواد وغير جوه قلبي يدفعوا، فأنت لو مش حابب تكمل معايا ما تكملش، ولو حابب يلا بينا. نسيت فينا الشر بتجري الله. اما اتفرجت على بودكاست لمحمد رمضان مع دينا غفور، انا لقيته بيقول ان نمبر 1 دي كانت اغنيه ماركتينج وهو مش كده. شفت له فيديو على الانستجرام بيقول لك انا مش كده ومحمد رمضان ما بيلبسش حلقان. ما جيت اربط الاحداث ببعضها لقيت ان محمد رمضان قبل كده، قبل ما يطلع في البودكاست مع دينا غفور، كان بيقول ان الاغنيه دي لاي حد في الشارع شايف نفسه نمبر 1. طب هي ماركتينج ولا هي لاي حد بيشايف نفسه نمبر 1؟ ففي كلام متناقض، وده ان دل فيدل على جهل واستعباط وقله ادب. صوت صياحك يضربني. وما شفت له الحفله في امريكا باللبس اللي هو لابسه، اللي اقل برضه ما يقال عنه ان هو زباله، حاجه ما تتشافش، حاجه ملهاش اي قيمه. فقلت خلاص مش هتكلم عنه، ولكن لما طلع على انستجرام قال لك انا محمد رمضان ما بيلبس مش عارف ايه، محمد رمضان بيفكه، فدي قله ادب. بس أنت ما عندكش دم، بس انت طلعت تبرر لحاجه زباله انت عملتها بطريقه زباله اكتر منها. معلش لو انا بتكلم معاك بصراحه شويه، ولكن هي ملهاش اي مبرر تاني بالنسبه لي عن كده. يعني قول لي انت في الكومنتات ايه التفسير للي محمد رمضان بيعمله. مع ليه الناس دي بتتشهر بطريقة أوفر؟ ليه الناس بتاعت التيك توك بتتشهر بطريقة أوفر؟ على الجانب التاني لما تيجي تشوف محمد خميس، دكتور أسنان، وكمان عامل 3 كتب في الحضارة المصرية وبيشرح الحضارة المصرية بطريقة بنت لذينة. لو أنت ما شفتلوش اللقاء مع منى الشاذلي فأنا أنصحك تشوفه، وأنصحك تعمل لنا سبسكرايب وشير وكومنت وكل الحاجات اللطيفة اللي شبهك. بحاول أبقى محترم في الفيديو ده، معلش أنا آسف. محمد خميس هو شخص خد شهرة متأخر، كان مزنوق في أدوار بلطجة، بس في الأول وفي الآخر هو محشور في دور بيمثله، مش هي شخصيته. هنا تفرق. دي الناس ما بتشهرش الجانب الإيجابي من الفن، ودايما بتشوف الجانب السلبي من الفن. ليه؟ أنا إجابتي عن السؤال ده لأن ذوق الناس بقى زفت، بقى زبالة، بقى حاجة قلة أدب. مش كله إلا من رحم ربي طبعا. ده الإجابة على السؤال اللي أنا سألته. لو أنت عندك إجابة تانية قول لي في الكومنتات، بحاول أكون كويس، بحاول أكون ماسك لساني شوية، لأن أنا مش عايز أغلط، مش عايز أبقى قليل الأدب، عشان أنا متأكد إن كان في كذا حد صغير في السن شاف فيديوهات قبل كده. مش عايز أبقى قليل الأدب، ولو كنت قليل الأدب في شوية كلام سامحني، إحنا إخوات وبندردش مع بعض. شوف فيديو جديد إن شاء الله، كنت بقالي فترة، مش هتأخر تاني. متنساش سبسكرايب. يلا، السلام عليكم.